اهلا وسهلا بالمتتبعين ديالي، رمضانكم مبارك سعيد. لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. حلقه جديده ومسلسل الحان الماضي. غادي نبداو الحلقه ديالنا فين انتهت لنا الحلقه الماضيه. كانت مع سعد ملي جرى على ايمان وقال لها ما عمرك مازال تقربي لولادي، يعني انا وياك خدامين بجوج، ولكن الدراري ما تبقايش تقربي منهم حيت نتيا ماشي مسؤوله عليهم. ايمان بقى فيها الحال بزاف وخرجات. غادي نهار غادي تمشي لدارها وهي كتبكي الغد اللي غادي تجي للشركه، وغادي تخاصم عاوتاني مع سعد في البيرو. هنايا غادي على الصوت ديالهم وغادي يسمع خالد الغوات ديالهم. هنايا غادي يخليها تخرج من البيرو، غادي تهبط يعني من الشركه، غادي تهبط لتحت. هنايا غادي تلقى ليها خالد وغادي يهضر معاها، غادي يقول لها مالكي اشنو واقع بيناتكم. هنايا غادي تشرح ليه شنو كاين وغادي تقول ليه زعما يعني بغات اللي يعاونها وصافي. هنايا غادي يمشيو يجلسوا في شي بلاصه بوحدهم، وهنايا غادي تعاود ليه كلشي وغادي تقول ليه ان سعد يعني كانت بيناتهم زعما علاقه وكتبغي، ولكن من نهار دخلت ليلى لحياتهم هذيك الساعه تقلبات راسا على عقب. هنايا صافي من بعد غادي تفرقوا، ولكن خالد غادي يفكر في هذا الموضوع بزاف، حيت حتى هو كيبغي ليلى باش من مصلحته تقرب نهائيا من سعد، وهكا يتعاونوا هو وايمان. اما بالنسبه للموضوع ديال رضا تقريبا كلشي ساق ليه الخبار. رضا قالها آه قالها الصديقة ديالو وقال لها سكتي ما تقول لها حتى شي واحد، ولكن غنشوفوا انها قالتها لكل شيء، يعني قالتها لعادل وعادل قالها لماما وماما قالتو لخالد، يعني كل شيء سيق الاخبار لهذا الموضوع. هنايا رضا غادي تخاصم مع صفاء وغادي يقول لها يا قلت لك هذا الموضوع يبقى فقط بيني وبينك. قلت لها انا بغيت غير نساعدك، خصنا ضروري نلقاو شي حل. سعد ما غاديش يبقى يربع يديه، اكيد غادي يقلب على شي طبيب فين غادي يمشي. رضا وغادي يمشي عند الطبيب وغادي يدوز وغادي يقرر باش يدير العمليه باش يرجع ليه صوته كما كان او لا باش يداوى. غادي دار ليه العمليه وغادي تنجح العمليه ديالو، ولكن هنايا غادي نشوفوا خالد وايمان هما اللي غادي يدخلوا في هذا الموضوع، وغادي يخليو رضا يظن انه ما عمره مازال غادي يرجع ليه صوته كما كان، وما عمره مازال غادي يقدر يغني والعمليه اكيد ما نجحاتش. غادي تلقى عاوتاني ايمان هي وخالد، وهنايا غادي يقول لها هنيني فقط من رضا وانا غادي نعطيك واحد الدليل قوي اللي يقدر يهنيك من ليلى. يعني هو كيهضر على الماضي ديال ليلى او لا الحقيقه ديالها اللي جبتها لديك الدار. صافي هنايا غنشوفوا ايمان فعلا غادي تدخل في هذا الموضوع، غادي تدير مع الطبيب وغادي تعطيه الفلوس الصحيحه باش يقول رضا انا العمليه ديالو ما نجحاتش رغم انها ناجحه، وانه ما يقدرش مازال نهائيا يغني. يعني رضا غادي يوهموه بهذا الموضوع انه ما يقدرش يغني مازال. هادشي كله دارتو ليلى غير فقط يعاونها خالد ويدير لها اولا باش يعطيها الدليل اللي تقدر تبعد ليلى من ديك الدار. خالد غادي يقول لها الموضوع كله، غادي يقول لها ان هذيك السيده راها طبيبه ديال الاطفال ولاباس عليها وجات لديك الدار فقط باش تكون قريبه من بنتها صفا. هنايا ايمان فعلا غادي تضمن الحقيقه ديال ليلى، واكيد غادي تقولها حتى لسعد، وغادي تقول ليه الحقيقه كلها ان ليلى خاصها يجري عليها من ديك الدار حيت جات غير على ود صفا، وبغات تخرجها من ديك الدار وديها تعيش يعني تعيش زعما عندها. بالنسبة لسعد أكيد غادي يوقف في جنب ليلى حيت شافها غيرات تصرفات ديال الدراري. بالنسبة لريان اللي ما كانش نهائيا كيحترم سعد وكان كيهضر معاه بواحد الطريقة ماشي مؤدبة، غادي يولي يتعامل معاه مزيان وغادي يديها في قرايته، يعني غادي يولي منضبط بفضل ليلى. وحتى صفا اللي كديها في قرايتها ومبقاتش كي كانت من قبل، وعيدها حتى هي ارتاحت بزاف مع ليلى. يعني هذا الشيء كله غادي يلاحظوا سعد، وايضا الهم الكبير اللي هز عليه ليلى، يعني ما بقاش كيفكر نهائيا في الموضوع ديال الدراري لدرجه انه كيمشي لخدمته وبالو هاني ما كيفكرش.
يعني هذا الموضوع كله خلاه يفكر مزيان وغادي يقول علاش غادي يجري عليها. يعني غادي يجلس معها ويهضروا ويعرف منها الحقيقه كلها واشنو كاين هنا. يعني تقول لي ان الاخت ديالك فدوى يعني هي اللي ربات بنتي، يعني ماشي بنتها هي، حيت انا يعني كنت تعرفات من واحد الشخص وحملت منه، وعائلتها طبيعة الحال خافوا من الشهى، بالاخص الاب ديالها حيد ليها البنت وعطاها الفدوى. يعني هنايا قبل ما تموت فدوى يعني عرفات شكون هما الناس اللي رباو بنتها، ومن ديك الساعه كانت بغات تهضر مع صفا وتقول لها الحقيقه. ومن بعد وقعت ديك الحادثه الفدوى والزوج ديالها وتوفاو. يعني غادي تصدموا بالحقيقه، الحقيقه اللي ما كانش عارفها نهائيا، رغم ان الاخت ديالو كانت قريبه ليه بزاف، ولكن ما عارفش هاد الحقيقه. وما غاديش يجري عليها، بالعكس غادي يخليها عندهم في الدار وتكون قريبه من بنتها. حتى صفا اكيد غادي تعرف مازال الحقيقه، ولكن الحقيقه مازال عليها الحل. يعني ما غنشوفوها تعرف الحقيقه حتى الحلقات الاخيره، يعني الحلقات مورا يعني مورا 20 حلقه عاد غادي نشوفوا الحقيقه ان صفا غادي تكتشفها. اما بالنسبه لخالد كما شاهدنا يعني كيسرق يعني الاغاني من الشركه ديال سعد وكيعطيهم لديك الصديق ديالو باش يعني حتى هو منتج وعنده شركه ديال الانتاج، باش فقط يقضي على الشركه ديال سعد وينتقم منه او لا ياخذها هو ويكون هو اللي مكلف بها، او باش ولدو يكون رقم واحد ويطلع حتى هو كما هو رضا. بالنسبه للموضوع الموالي حتى ساعات غادي نتجعوا تاني واحد الاغنيه او لا غادي يكتبوا الكلمات ديالها على اساس انها تخرج للسوق من الشركه ديالهم، ولكن غادي تسرق عاوتاني وغادي تمشي للشركه ديال الصديق ديال خالد. هنايا غادي يقولوا شكون زعما اللي كيخرج لنا الاسرار ديال الشركه. هنا ايمان هي اللي غادي تكتشف خالد وغادي تكتشفوا انه هو اللي ضد سعد، هو اللي بغى يطيح سعد ويغرق ديك الشركه. يعني الشركه ديال سعد غادي تخسر بزاف خصوصا مورا ديك الالبوم، وايضا رضا اللي ما يبقاش غادي يغني وغادي يكون في بلاصتو عادل. عادل اكيد ما غاديش يحبوا الجمهور كما كيبغي رضا، والاغاني ديالهم ما غاديش يكونوا ناجحين كما الاغاني ديال رضا. داكشي علاش غادي تاثر الشركه بزاف، يعني ما غاديش يبقاو عندها ارباح، وايضا غارقه ديون. يعني كما عرفنا الاب ديال صفا يعني يوسف كان خدا عليها دين وما ما قدروش يرجعوا، يعني الشركه غدا اللور. المهم كاينين بزاف الاحداث في المسلسل ديالنا. المسلسل مازال طويل، يلا وصلنا الحلقه 12 و 13. هنايا كنقول لكم شكرا على المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.